صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد وتشجعونا ان احنا نستمر وندي معلومات اكتر واكتر. ناس كتيرة بتسأل عن انتاج البيض بالنسبة للفراخ، ازاي يبقى فيه اطعمة وعناصر غذائية تساعد الفراخ على البيض. طيب ايه اول حاجة؟ قشر البيض. لو عندك مثلا البيض بتاعك بعد ما بتستعمليه فيه القشر بدل ما ترميه، امسكيه واطحنيه ودي فيه على العلف او الاكل بتاع الفراخ. طيب قشر البيض ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الكالسيوم، طبعا مهم جدا علشان يكون القشرة بتاعت البيضة نفسها لو الفراخ هتبيض. طب ايه كمان؟ البطيخ والفواكه، حيث ان البطيخ بيحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي وايه وبي 1 وبي 6، كمان مضادات الأكسدة، وبيحتوي على نسبة عالية من الماء. فالبطيخ حلو جدا، حتى انت لو عندك قشر البطيخ نفسه ممكن تقطعه لهم، هيبقى مفيد برضو ليهم. ايه كمان؟ الحبوب. الحبوب مهمة جدا، فعشان كده بتستخدم كمكمل غذائي. ليه؟ لأنها بتحتوي على كميات قليلة جدا من البروتين، يعني حوالي 8%، والألياف حوالي 4.5%. ايه كمان؟ الذرة. الذرة دي مهمة جدا، بتحتوي على نسبة قليلة من البروتين، وده بيساعد على تعزيز النظام الغذائي أو التمثيل الغذائي اللي بيساعد الدجاجة على إنها تكون دافية طول اليوم، وبالتالي هتدي إنتاج للبيض. بذور عباد الشمس. عباد الشمس بيحتوي على دهون وبروتين وأحماض أمينية وفيتامين ايه ومغنيسيوم، كل ده مهم جدا لإنتاج البيض. طيب الغذاء المصنع، في بعض الأغذية مصنعة خاصة بالفراخ، وبتبقى عبارة عن أغذية فيها مصدر للكالسيوم وفيتامين د وبروتين، وكل العناصر دي بتساعد في زيادة إنتاج البيض، وكمان إن قشرة البيض تكون صلبة. إيه كمان؟ الخضار زي أوراق الكرنب. كل الحاجات دي، جميع الأطعمة دي غنية بالمعادن والفيتامينات اللي بيحتاجها الفراخ علشان تبقى بصحة جيدة. وده كمان بدوره هيقوم على تحسين كمية البيض اللي بتقدمها لنا الفرخة. كل العوامل دي مهمة جدا جدا، إلى جانب عوامل زي ما قلناها قبل كده. ضوء الشمس مهم جدا، ده بيأثر على الجهاز التناسلي للفرخة، وكمان في جميع الطيور مش الفراخ بس. كمان هي ضوء الشمس بيحفز إنتاج البيض، وبيساعد ده خلال ساعات النهار، بالذات في أيام الربيع والصيف. تمام. وكمان وعلى العكس بقى، لو قلت ساعات النهار في الخريف والشتاء هيقل إنتاج البيض. كمان من المهم إن احنا ندي إضاءة كاملة علشان نحافظ على إنتاج البيض وما يقلش إنتاج البيض. طيب عمر الفراخ بيبدأ من لإنتاج البيض؟ امتى الفرخة أقول عليها إنها خلاص هتنتج بيض؟ ما بين 18 ل 22 أسبوع من عمر الفرخة. طيب إنتاج البيض ده بيكون في أهم فترة، تمام، في اللي هي 8 أسابيع الأولى، حيث إن 90% منهم بيكون في الفترة دي. بعد كده بيبدأ يقل لنسبة 65% أول ما يتم 12 شهر أو سنة من الإنتاج. طيب إيه كمان برضو بيأثر على إنتاج البيض؟ الأمراض. لا قدر الله لو في أي مرض للفرخة، ده بيؤدي إلى طبعا ضعف الدجاجة، فمش هتقدر تنتج البيض. فلذلك لازم نحافظ على صحة الفراخ والدواجن، علشان
تديهم صحة كويسة ويقدروا على الإنتاج. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، لازم نراعيها لو انت عايزة إنتاج بيض عالي.